السلام عليكم. احنا في تريفيزو. السلام عليكم. هذا ثاني حضور لي في هذا المهرجان الإيطالي المغربي. في لحظة انتظار مشوقة وسط أجواء احتفالية دفيئة، انطلقت بمدينة تريفيزو الإيطالية فعالية المهرجان المغربي الإيطالي. جمهور متنوع من أبناء الجالية المغربية إلى جانب ضيوف إيطاليين توافدوا إلى قاعة العرض لاكتشاف فيلم البوز الذي يطرح موضوعا معاصرا يمسنا جميعا. من خلال قصة درامية نابضة من الواقعية، يعالج الفيلم ظاهرة البوز على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحولت المنصات الرقمية إلى منابر لمن لا منبر له، وأحيانا إلى مساحة للانتشار السريع لأشخاص بلا مضمون. البوز أكثر من مجرد فيلم، إنه مرآة لواقع يتقاطع فيه الطموح والانفلات والبحث عن الذات في زمان افتراضي يعيد تشكيل القيم والسلوكيات. السلام عليكم. ديمنا بنعيلات مخرجة فيلم البوز. أنا جيت سعيدة بتواجدي في إيطاليا في مهرجان تريفيزو، المهرجان الإيطالي المغربي. كنشكر بزاف القائمين على هذا المهرجان، رئيس المهرجان السي عبد الله خزرجي والفريق ديالو، شكرا بزاف. وحنا جيت سعيدين باللقاء اللي كان زوين والترحيب الكبير اللي كان من طرف الجالية المغربية المتواجدة في مدينة تريفيزو بإيطاليا. وكنتمناو كل مرة إن شاء الله نديروا أعمال اجتماعية اللي تكون كتليق بالعائلات المغربية اللي موجودين هنا في إيطاليا. بالنسبة للفيلم، الفيلم سميتو البوز، كيعالج اسم على مسمى، كيعالج ظاهرة البوز المتواجدة في الآونة الأخيرة، وحاولنا بطريقة غير مباشرة نعالجوا هذه القضية ولو بطريقة بسيطة. وشكرا لكم. شكرا. السلام عليكم. احنا في تريفيزو في المهرجان. هذا مهرجان اللي كنعتبر واحد منه، لان انا كل عام كنحضر ليه، كنقول شكرا ليكيب كاملين، شكرا لعبد الله. اليوم كان حضوري في المهرجان وحضرت حتى الفيلم ديال الصديق ديالي عز العماري، والمخرجه ديمنا بنعيلات، والسيناريست كليله بنعيلات، والفيلم سميتو البوز. فيلم غنائي، فيلم كيدوي على هادشي اللي واقع لنا دابا هنا في السوشيال ميديا ديال البوز، الفضائح البوز. وعجبني الحال، يعني عجبني الحال. انا ثاني خطره كنشوفو، يعني من بعد الافتتاح ديالو ما حضرتش، من حضرت ليه في الدار البيضاء. وتنقول لهم شكرا، وتنقول لهم تبارك الله عليكم. كانت تجربه زوينه، وكان ممثلين كلهم ممثلين صحابي، كانوا ممثلين راقيين. وكنتمنى ان الجمهور يحضر لهذا الفيلم، لان الفيلم كيحكي على قصه اللي مهم اننا نشوفوها ونتفرجوا فيها. ونقول لكم شكرا، وشكرا للفيستيفال الايطالي المغربي، وشكرا للناس ديال الايفنت. تبارك الله عليكم. كانت فرصة، شفنا الفيلم ديال البوز هنا في إيطاليا، المهرجان الإيطالي المغربي، وفعلا فيلم جميل كيضحك ماشي ممل، وكيوصل رسائل مهمة بطريقة سلسة. موضوع ديال البوز، ديال كيفاش التفاهة اليوم ولات للأسف الشديد في المغرب وفي العالم كله بصراحة، وحتى ما بين المغاربة في إيطاليا، وكيفاش ولات التنافس على الشهرة بأي ثمن بأي وسيلة. فكنشكر المخرجه الكريمه، وكنشكر كل الفنانين المغاربه والمستوى ديال الفيلم وديال الابداع ديالو. وكانت لنا هذه اليوم فرصه باش نناقشوا، باش نشوفوا مع بعض شنو هو هذا الواقع اللي هو واقع مؤسف ديال التفاهه في السوشيال ميديا والوسائل الشهره، وايضا كيفاش هذا الموضوع اليوم كيمس ابناء الجاليه المغربيه في العالم وفي ايطاليا بشكل خاص. السلام عليكم. هذا ثاني حضور لي في هذا المهرجان الإيطالي المغربي، من بعد ما كان التكريم ديالي السنة الماضية. يتجدد اللقاء في هذا المهرجان اللي ولا عنده الصيت ما نقولش مغربي ولكن عالمي. فرحان بزاف لأنني حضرت في إطار فيلم ديال البوز رفقة مجموعة من الفنانين. هذا الفيلم اللي بالنسبة لي أنا تجربة مهمة، خدا صدى كبير بالنسبة للجمهور. اليوم فرحان لأنه تعرض للجمهور والجالية المغربية والإيطالية. هذا الفيلم هذا يعالج ظاهرة اللي كنعيشوها يوميا، ظاهرة البوز وظاهرة الترند وظاهرة ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي. كل شيء ولا مشهور، كل شيء ولا معروف، كل شيء ولا كيدير لي كونسيبت، كل شيء كيقلب على اي حاجه باش يتعرفوا ويعرفوا الناس، لدرجه ان ما بقيناش كنلقاو الجمهور ولا كل شيء في متناول الجميع. بالنسبه لي انا العالم ديال الويب اللي هو عالم
او ذو حدين. في هذا الفيلم حاولنا نعرفوا ونوصلوا الناس بانه لا يصح الا الصحيح، وان الثقافه، وان الفن الحقيقي، وان التعليم هو الاساس، وكل واحد كيركب على الموجه. فهذه مجرد حويجات اللي ما خصناش نوصلوهم لهذا الجيل اللي طالع. فالجيل اللي طالع خصو يعرف حاجه واحده، بانه كاين ثقافه وكاين تعليم وكاين قرايه. فالركوب على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى البوز او ما يسمى بين قوسين بالتفاهه، فخصنا اننا نطوروا المجتمع، لان الدور ديال الفن هو انه يوعي المجتمعات، والدور ديال السينما هو انه نوصلوا واحد الرساله. ما غاديش نلقاو العلاج ديال الظاهره اللي كنتناولوها، ولكن غادي نحطوا صبعنا على الجرح. كنتمنى ان الرساله تكون وصلت، وكنتمنى ان الجمهور يعجبوا هذا الفيلم، لان السينما المغربيه بصفه عامه تمتعنا في هذا المهرجان مجموعه من الافلام السينمائيه اللي فعلا كانت في المستوى الجميل، والاختيار كان موفق. تحيه للاداره ديال المهرجان، وتحيه للسي عبد الله وجميع الطاقم، والسي البشير واكين وجميع الطاقم اللي سهر على هذا البرنامج اللي كل سنه كيفاجئنا بحويجات زوينين دفاعا على الثقافه المغربيه والاصاله المغربيه. والسلام عليكم. مساء الخير، زهير اليوبي، مغربي مقيم بالديار الإيطالية. كانت فرصة جد سعيدة اليوم أننا التقينا بالجالية المغربية، فنانة مغاربة قادمين من المغرب، وفرصة طيبة أننا تعرفنا على جديد الأعمال السينمائية، خصوصا أن الفيلم ديال اليوم فيلم البوز ناقش موضوع مهم جدا اللي كيتعلق بهذا يعني لا توندونس ديال بعض المواطنين انهم يوصلوا بسرعه للنجاح عن طريق اختلاق يعني طبعا امور واحداث يعني وهميه وربما غير صحيه. فكنشكروا المهرجان على هذه الفرصه اللي تحت لنا، ونتمنوا له المزيد من العطاء والمزيد من النجاح. معكم رمزي الفريندي، ممثل وستاند اب كوميديان مغربي وايطالي. انا من الوليدات ديال الجينيراسيون الجديده اللي في ايطاليا. اليوم تفرجنا في الفيلم بوز، فيلم زوين كيعطيك واحد الميساجات زوينين على الشهره، يعني بان الشهره بعض المرات ماشي كيفاش كنتخيلوها حنا وكيفاش كنشوفوا الناس اللي وصلوا، بعض المرات كتكون صعيبه. ودخلنا العمق ديال هاد الحوايج، فين بين لينا كاين العائله، بين لينا المجتمع، فين منها تخرج نتايا باش توصل لواحد الحاجه. يعني بزاف الحوايج اللي يساعدوني حتى انايا، حتى انا في البدايه ديالي. والمهرجان المغربي اللي دايرينه اليوم في الطاليان كنظن بانها فرصه زوينه باش حنايا ديال هنا نتعرفوا على السينما المغربيه، وحتى السينما المغربيه تعرف علينا حنا الطاليان والوليدات ديال الطاليان. شكرا.